باغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه وفؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. هذا هو الجزء الرابع من سلسلة تحريف الكتاب المقدس. تكلمنا في الجزء الماضي عن تحريف أهم نص في إثبات الثالوث عند النصارى، وعرضنا على الشاشة أكثر من 13 مرجع مسيحي يقر ويعترف بتحريف هذا النص. النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن تحريف آخر في العهد الجديد، لكنه لم يكن بإضافة فقرة واحدة كما في رسالة يوحنا الأولى 5:7. لا، المرة دي النساخ الأمناء أضافوا 12 فقرة كاملة في العهد الجديد، أضافوها في نهاية الكتاب المسمى عند النصارى بإنجيل مرقس. أضافوا 12 فقرة. تخيلوا ال 12 فقرة دول فقدوا من هذا الإنجيل، وجي ناس تانيين ولاد حلال كده أضافوا هذه النصوص مرة أخرى من رؤوسهم عشان يكملوا هذا النقص الرهيب في الكتاب. طيب احنا يا جماعة قلنا ان اول حلقة في هذه السلسلة كانت عن ضياع المخطوطات التي كتبها كتاب العهد الجديد، وذكرنا إجماع العلماء المسيحيين على ذلك، وعرضنا الكتب والمراجع على الشاشة. وفي الحلقة الثانية ذكرنا كلام العلماء ان المخطوطات الموجودة حاليا مختلفة ومتناقضة، ولا توجد مخطوطتان متطابقتان في هذه المخطوطات مطلقا. مفيش مخطوطتين متطابقتين عند النصارى. طيب افرض النصارى دلوقتي عايزين يستنتجوا نص ويقولوا عليه ان هو ده النص الاصلي ويعتبروه كذلك، يعملوا ايه؟ ارجو بقى ان الاخوة المشاهدين والاخوات المشاهدات الكل يركز معايا كويس جدا في هذه النقطة. الناس دي لما بتيجي بقى عايزين يقارنوا المخطوطات دي ببعضها ويطلعوا لنا نص ويقولوا لنا ان النص ده اقرب نص للنص الاصلي، بيعملوا ايه؟ العلماء يقولون ان المخطوطة كلما كانت اقدم كانت اوثق واصدق عند العلماء. المخطوطة كلما كانت اقدم كلما كانت اوثق واصدق عند العلماء. يعني مثلا يا جماعة عندنا مخطوطة من القرن الرابع فيها النص بشكل معين او ما فيهاش النص، وعندنا مخطوطة في القرن الخامس والمخطوطة دي ظهر فيها النص او النص فيها مختلف عن النص الموجود في المخطوطة بتاعة القرن الرابع. يبقى العلماء بتوع النقد النصي ياخدوا بأنهي مخطوطة؟ هياخدوا بالمخطوطة بتاعة القرن الرابع لأنها أوثق عند العلماء. طيب الكلام ده أنا مألفه من دماغي ولا الكلام ده العلماء هم اللي قالوه؟ العلماء هم اللي قالوا هذا الكلام، وهذا الكلام ينقله لنا القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير أستاذ اللاهوت الدفاعي في الكنيسة المصرية. ليه كتاب ظريف اسمه الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه. والقمص عبد المسيح بسيط هو كاهن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمسترد، طبع في مطبعة بيت مدارس الأحد برود الفرج، وادي باقي معلومات الطبعة أمام حضراتكم. ده كلام جميل. في صفحة رقم 173 بيقول ايه بقى القمص؟ رابعا مقارنة المخطوطات المختلفة والوصول إلى القراءات الصحيحة للقراءات المتنوعة. وبيقول قام العلماء اللي هم علماء النقد النصي العلمي بعمل مقارنات دقيقة لمخطوطات العهد الجديد خاصة المتأخرة منها، وحصروا الأجزاء الخالية تماما بنسبة 100% من القراءات المتنوعة، ووجدوا أنها تمثل 7/8، كما حصروا الأجزاء التي يوجد لها قراءات متنوعة. ثم قاموا بدراسة هذه الأجزاء التي لها قراءات متنوعة دراسة علمية دقيقة. شوفوا بقى الكلام، دراسة علمية دقيقة، وقابلوها معا وعملوا لها مقارنات حتى توصلوا لعدة نتائج هامة وحاسمة، وهي: ألف، المخطوطة الأقدم هي الأصح والأدق.
المخطوطة الأقدم هي المخطوطة الأصح والأدق. طيب إيه هي أدق المخطوطات بقى اللي فيها النص الأصلي بدقة شديدة حسب ما يقول القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير في صفحة رقم 157؟ بيقول القمص وهو بيتكلم على المخطوطة الفاتيكانية التي يرمز إليها بالرمز B03، بيقول ومحفوظة بمكتبة الفاتيكان، وهي مكتوبة في الإسكندرية، وترجع لما بين 325 و 350 ميلادية، يعني في القرن الرابع، وتضم معظم العهد الجديد والعهد القديم، وهي مثل المخطوطة السينائية تمثل النص الأصلي بدقة شديدة. المخطوطة السينائية دي والفاتيكانية الاثنين بيمثلوا النص الأصلي بدقة شديدة. طيب نستفيد احنا من الكلام ده؟ نستفيد ان اهم مخطوطتين اللي فيهم النص الأصلي بدقة شديدة هي المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية. ونذكركم تاني ان في صفحة رقم 173 القمص عبد المسيح بسيط بيقول ان من النتائج الهامة والحاسمة التي خرج بها علماء النقد النصي بعد دراسات مستفيضة هي ان المخطوطة الأقدم هي الأصح والأدق. طيب يبقى عندنا أقدم مخطوطتين اللي هم الأصح والأدق هما السينائية والفاتيكانية باعتراف القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير أستاذ اللاهوت الدفاعي في الكنيسة المصرية. طيب محدش يظن يا جماعة ان معنى كلام القمص ان الكلام اللي موجود في المخطوطة السينائية والفاتيكانية هو ده انجيل المسيح عليه السلام. كلا ثم كلا ثم كلا. نحن كمسلمين نؤمن ان الانجيل الذي انزله الله على عيسى عليه السلام مفقود وغير موجود، وأن الكتب والمخطوطات التي مع النصارى الآن هي من تأليف البشر. يعني ده لن يغير من عقيدتنا كمسلمين شيئا في هذا الأمر. يبقى هم ألفوا هذه الكتب ونسبوها إلى الله كذبا وزورا وبهتانا. واحد يقول لك وإيه الدليل إن النساخ كانوا بيحرفوا في المخطوطات؟ نقول له أن العلماء المسيحيين يقولون ذلك، وهنذكر مرجع واحد فقط. ده كتاب مدخل إلى النقد الكتابي للمهندس رياض يوسف داود، طبع الدار المشرق، صفحة رقم 23. بيقول ايه؟ كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بأدوات كتابة بدائية عن نسخ منسوخة، ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، وتراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات، فما إن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونة بالأغلاط. طيب احنا هنعمل خط سير لهذه الحلقة. اولا هنعرض على الشاشة النصوص المضافة في نهاية انجيل مرقس من ترجمة الفنديك. ثانيا نشوف بعض الترجمات ماذا تقول على هذه النصوص المحرفة. ثالثا نرى ماذا يقول العلماء المفسرون المسيحيون حول هذه الفقرات المحرفة. رابعا نعرض أقدم المخطوطات التي لا تحتوي هذه النصوص. خامسا نبين أن نهاية إنجيل مرقس ليست نهاية واحدة، لا، ده في مخطوطات القديمة ثابت الإنجيل بلا نهاية أصلا، وبعد كده في ناس وضعوا نهاية وبعدها في ناس تانيين وضعوا نهاية أخرى. يعني احنا كده عندنا نهايتين لهذا الإنجيل. سادسا نبين للسادة المشاهدين أن هذه الفقرات تحمل في داخلها دليل كذبها، يعني جوه الفقرات دي موجود الدليل على أنها فقرات مكذوبة. وأخيرا نكشف تدليس أحد المدافعين عن هذه الفقرات المحرفة، كان عامل كلام كده بيسميه بحث، ونكشف أحد تدليساته في هذا الكلام الذي حاول أن يرد به على المسلمين. طيب أولا نعرض هذه الفقرات من ترجمة الفنديك. دي ترجمة الفنديك أمام حضراتكم على الشاشة. هنفتح الكتاب المسمى عند النصارى بإنجيل مرقس الأصحاح رقم 16 من أول الفقرة رقم 9. بيقول إيه؟ وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كانت قد أخرج منها 7 شياطين، فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون، فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرته لم يصدقوا. وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى ل2 منهم وهما يمشيان منطلقين إلى البرية،
وذهب هذان وأخبر الباقين فلم يصدقوا ولا هذين. أخيرا ظهر لل11 وهم متكئون ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذي نظروه قد قام، وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله، وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. آمين. آدي النصوص. طيب نفتح الترجمات. لو جينا فتحنا دلوقتي الترجمة العربية المشتركة، وعلى فكرة الترجمة العربية المشتركة دي زي ما دايما بنقول اتفقت عليها الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية، والكلام ده جه في التقديم بتاع الترجمة بيقول هذه الترجمة هي أول ترجمة عربية وضعتها لجنة مؤلفة من علماء كتابيين ولاهوتيين ينتمون إلى مختلف الكنائس المسيحية من كاثوليكية وأرثوذكسية وإنجيلية. طيب الثلاث كنائس دول بيقولوا لنا إيه بقى؟ تعالوا نفتح صفحة رقم 86 من العهد الجديد في الكتاب المسمى إنجيل مرقس عند النصارى. العنوان يسوع يظهر لمريم المجدلية، وآدي من أول العدد 9 هنلاقيهم حاطين الأعداد من 9 ل 20 بين قوسين، إذن فيهم مشكلة. طيب إحنا لا يعنينا وجود مشكلة ولا غير مشكلة، إحنا يعنينا حاجة واحدة، هل المخطوطات القديمة ذكرت هذه النصوص أم لا؟ صح كده؟ طيب نلاقيهم في الهامش تحت كاتبين لنا إيه؟ الأعداد من 9 إلى 20 ما جاء في الآيات من 9 إلى 20 لا يرد في أقدم المخطوطات، لا يرد في أقدم المخطوطات. طيب يبقى حسب ما بيقول القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير إن المخطوطات القديمة وتحديدا السينائية والفاتيكانية هي أدق المخطوطات، وهي دي المعول عليها عند علماء النقد النصي. طالما أن الأعداد دي مش موجودة في السينائية ولا في الفاتيكانية خلاص إيه لازمتها؟ يبقى جبنا اعتراف من الترجمة العربية المشتركة التي قامت عليها الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية، وهي تعترف بعدم وجود هذه الأعداد في أقدم المخطوطات. طيب في ترجمات تانية اعترفت بعدم وجود هذه الأعداد في المخطوطات القديمة. الترجمة اليسوعية اعترفت بذلك. ده الغلاف القديم لها وده الغلاف الجديد دلوقتي. ادي صفحة رقم 177 في الإصحاح 16 هو من إنجيل مرقس، من أول الفقرة رقم 9 اهو، تحتيها بيقولوا إيه؟ المخطوطات غير ثابتة فيما يتعلق بخاتمة إنجيل مرقس، هذه الآيات من 9 ل 20. أحد المدافعين عن هذه الأعداد من النصارى بيقول إيه؟ بيقول بس الترجمة اليسوعية ما وضعتش الأعداد دي بين قوسين، يعني هي معترفة أن الأعداد دي أعداد أصلية. وأنا بقول له فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ ليه تكذب؟ تعالوا نفتح صفحة رقم 124 للترجمة العربية اليسوعية، وهي بتتكلم عن إنجيل مرقس. يعني يا جماعة الترجمة اليسوعية دي بتعمل إيه؟ بيعمل مقدمة لكل سفر ومقدمة لكل إنجيل ومقدمة لكل رسالة. فجي في المقدمة بتاعت إنجيل مرقس صفحة رقم 124 بيقولوا إيه؟ وهناك سؤال لم يلقى جوابا. في سؤال ملوش جواب لغاية دلوقتي. طب إيه هو السؤال؟ يقولون كيف كانت خاتمة الكتاب؟ شوف بقى الإجابة: من المسلم به على العموم أن الخاتمة كما هي الآن في الإصحاح 16 الفقرات من 9 إلى 20 قد أضيفت لتخفيف ما في نهاية الكتاب من توقف فجائي في الآية 8، ولكننا لن نعرف أبدا هل فقدت خاتمة الكتاب الأصلية أم هل رأى مرقس أن الإشارة إلى تقليد الطرائيات في الجليل في الآية 7 تكفي لاختتام روايته. شوفوا بيقولوا إيه؟ من المسلم به عموما أن الخاتمة اللي هي الأعداد دي قد أضيفت لتخفيف ما في نهاية الكتاب من توقف فجائي في الفقر رقم 8. تيجي تقول لي إن الأعداد دي أعداد أصلية وإن الترجمة العربية اليسوعية بتعترف أن هذه الأعداد أعداد أصلية؟ أرجو إن احنا نبطل الكذب ده شوية بقى. طيب هل الترجمة العربية المشتركة والترجمة اليسوعية هم دول بس المراجع التي تقول أن هذه النهاية
بتاعت إنجيل مرقس غير أصلية؟ لا، ده إحنا عندنا حسب ما جمعت أكتر من 14 مرجع بيقولوا إن هذه الخاتمة خاتمة غير أصلية. وهي دي النقطة الثالثة من حلقتنا، وهو موضوع التفاسير. طيب، مين من علماء المسيحية على سبيل المثال يقول بهذا الكلام؟ الدكتور ويليام باركلي، أستاذ العهد الجديد بجامعة كلاسكو. تعالوا نفتح التفسير بتاعه، تفسير العهد الجديد ويليام باركلي لإنجيل مرقس، أستاذ العهد الجديد بجامعة كلاسكو. مجلس التحرير الدكتور بطرس عبد الملك، الأستاذ حبيب سعيد، القس صموئيل حبيب، القس فايز فارس، والقس فهيم عزيز. في صفحة رقم 14 في المقدمة، نهاية الإنجيل المفقودة. مالها بقى نهاية الإنجيل؟ بيقول الدكتور ويليام باركلي: هناك حقيقة مثيرة في إنجيل مرقس، وهي أنه يتوقف في نسخه الأصلية إلى حد إصحاح 16 فقرة رقم 8. أما الأعداد الباقية من 9 إلى 20 فليست موجودة في أقدم النسخ وأصحها. الأعداد دي غير موجودة في أقدم النسخ وأصحها. كل ما هناك هو أنها وجدت مؤخرا في نسخ أقل قيمة ومتأخرة في ترتيبها الزمني، كما أن أسلوبها اللغوي يختلف عن بقية الإنجيل، حتى أنه يستحيل أن يكون كاتبها هو نفس كاتب الإنجيل. والدكتور ويليام باركلي في صفحة رقم 430 بقى لما جه عن تفسير هذه الأعداد بيقول إيه؟ كما سبق وعرفنا في المقدمة أن إنجيل مرقس ينتهي إلى عدد 8 من هذا الإصحاح، أما عدد من 9 ل 20 فلم نجده في المخطوطات القديمة الموثوق بها. المخطوطات القديمة اللي العلماء بيثقوا فيها مش موجود فيها هذه الأعداد. بيقول إيه؟ ويلوح أن أحدهم قد لخص عمل الكنيسة وحياتها ووضع هذا الملخص ليكون بديلا عن تلك النهاية المبتورة. يبقى أقدم النسخ وأصحها والنسخ الموثوق فيها اللي هي السينائية والفاتيكانية مش موجود فيها هذه الأعداد. إذن هذه الأعداد أعداد مضافة وليست أصيلة في إنجيل مرقس. الحقيقة أن التفسير الحديث للكتاب المقدس لإنجيل مرقس أضاف لنا معلومة مهمة جدا. تعالوا نفتح الكتاب الأول أمام حضراتكم على الشاشة. أدي تفسير الحديث الكتاب المقدس إنجيل مرقس بقلم الدكتور ريه ألان كول، طبع الدار الثقافة. في صفحة رقم 229 بيقول إيه بقى ألان كول؟ الخاتمة المطولة لإنجيل مرقس. بيقول إن هذا القسم وهو الذي ندعوه النهاية الأطول لإنجيل مرقس محذوف من بعض المخطوطات، ماشي، ووصف بأنه زائف من بعض الكتاب القدامى من أمثال يوسابيوس وجيروم. هذه مشكلة كبيرة كده. يوسابيوس القيصري أبو التاريخ الكنسي والقديس جيروم الاثنين بيقولوا إن نهاية إنجيل مرقس اللي موجودة دلوقتي معانا نهاية زائفة، نهاية زائفة. فبيقول بقى الدكتور ألان كول: وهذا الأمر يجعلنا أمام مشكلة. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا. يقول: ومن أجل الفائدة يتحتم أن نعرضها على النحو التالي: إن اختتام إنجيل مرقس عند الآية 8 ليس فحسب نهاية فجائية مبتسرة من الناحية اللغوية، بل إنه أيضا نهاية فجائية من الناحية اللاهوتية. ومع ذلك فإن هذه الخاتمة الأطول الخاصة لم توجد في بعض الشواهد الهامة في حين تم استبعادها عمدا بواسطة آخرين. الصفحة اللي بعدها بيقول إيه بقى؟ وعلى هذا فإنه يبدو معقولا أن نرى في هذه النهاية الأطول محاولة مبكرة كانت معروفة على أقل تقدير منذ أيام إيريناوس كمحاولة لإتمام الإنجيل. شايفين يا جماعة العبث في الكتاب؟ والذي أصبحت خاتمته الأصلية على نحو ما مشوهة أو مفقودة. فبيقول بقى: ويتضح لنا من الترجمات المختلفة المتداولة أنه قد بذلت مثل هذه المحاولات المتنوعة للوصول بإنجيل مرقس إلى خاتمة مناسبة. يعني إيه؟ في كذا ترجمة وكذا مخطوطة حبوا الناس اللي كتبوها إن هم يحطوا خاتمة مناسبة للإنجيل، لأن نهاية الإنجيل ده ضايع. يعني إحنا عندنا كذا خاتمة لهذا الكتاب. ويتضح لنا عدم التيقن التام من صحة النصوص من ذلك القول المطول الذي أضافه الثقات إلى الآية 14. بيقول: وقد عرف جيروم بوجود هذه النهاية المطولة من العديد من المخطوطات
التي كانت متوافرة في أيامه ولكنها بالحالة التي عليها ومن محتواها يتضح أنها ليست قانونية، وإنه ليس هناك حاجة إلى ذكرها سوى كدليل على أنها ليست في موضعها المناسب في هذا الموضوع من إنجيل مرقس. إزاي إنسان عاقل يقبل إن هو ياخد كلام من هذا الكتاب؟ طيب، ده أمام حضراتكم كتاب الخلفية الحضارية للكتاب المقدس العهد الجديد، الجزء الأول بقلم الدكتور كريغ سي كينر، صفحة رقم 62. بيقول إيه؟ إن تقليد المخطوطة والأسلوب يوحيان بأن هذه الأعداد كانت من المرجح إضافة مبكرة لإنجيل مرقس. تاني كده الكلمة دي، إن تقليد المخطوطة والأسلوب يوحيان بأن هذه الأعداد كانت من المرجح إضافة مبكرة لإنجيل مرقس. ولو فتحنا كتاب المدخل إلى العهد الجديد للدكتور القس فهيم عزيز هنلاقي كلام طيب جدا، ودي كتاب أمام حضراتكم على الشاشة، طبع دار الثقافة، دي صفحة رقم 230. بيتكلم على نهاية هذا الإنجيل وبدأ يعرض أقوال العلماء في هذه المسألة، وتحت بيقول إيه يا جماعة؟ على أساس هذين الاعتبارين فقد اعتقدت الغالبية العظمى من الدارسين، خدوا بالكم، الغالبية العظمى من الدارسين أن هذه النهاية، نهاية الإنجيل، ليست من وضع البشير نفسه. نهاية إنجيل مرقس ليست من وضع مرقس، ولكنها من تأليف أناس آخرين أتوا بعد مرقس، وأنها قد أضيفت إلى الإنجيل بعد ذلك. والصفحة اللي وراها بيقولوا إن العلماء بيقولوا إن ما ينفعش الإنجيل ينتهي عند العدد 8، لأن الكلام مبتور. فبيقول بقى وعلى هذا الأساس ينتهي الدارسون إلى النتيجة المنطقية بأن مرقس لم يترك إنجيله هكذا، لابد وأنه كتب له نهاية ولكنها فقدت لسبب ما، كأن قطعت الورقة أو تشوهت الكتابة، وإلا فإن مرقس عندما وصل إلى العدد 8 حدثت له حادثة منعته عن التكملة. هذه هي مشكلة النهاية. ويلوح أن أحد الكتبة الأقدمين أضاف النهاية الصغيرة التي ذكرت من قبل لكي يتفادى النقص الموجود في النسخة التي بيده. يعني في ناس من الكتبة القدماء أضاف إضافة كده، لكن إضافة قصيرة عشان يتفادى النقص الموجود في النسخة اللي في إيده. ثم أضيفت النهاية الكبرى لإعلان ظهور المسيح لتلاميذه وإرساله لهم. طيب الكلام ده من اللي بيقوله؟ بيقول هذا ما يؤكده الغالبية العظمى للدارسين. أغلب العلماء يقولون أن هذا الإنجيل ضاعت نهايته وكتبت له عدة نهايات فيما بعد. تعالوا نفتح كتاب المدخل إلى الكتاب المقدس للدكتور حبيب سعيد في صفحة رقم 22. بدأ يتكلم إن في أجزاء من المخطوطات أيضا ضاعت، فبيقول ولا بد أن أغلب هذه المخطوطات الأولى قد اندثر على مر الزمن، وبعضها قد استهلك من كثرة الاستعمال، وبعضها قد أفسد عمدا أو أهلك عرضا، وبعضها ضاع واختفى في فترات الاضطهاد، وبعضها طوحت به السنون في زوايا النسيان. والمعروف مثلا مؤيدا بأسباب قوية أن الخاتمة الحالية لبشارة مرقس ليست هي الخاتمة التي كتبها مرقس نفسه، وإن خاتمته التي كتبها في الصفحة الأخيرة قد ضاعت بعد أن كتبها ولم يمكن العثور عليها. تعالوا نفتح كتاب تكوين الأناجيل للأب فاضل سيداروس اليسوعي، طبع دار المشرق في بيروت، صفحة رقم 62. بيقول إيه يا جماعة؟ دونت الأناجيل الأربعة بسلطة الرسل، فنحن نعلم أن مرقس كان تلميذ بطرس الرسول، ولوقا تلميذ بولس، وهذا لا يمنع من أن يكون إنجيل متى قد أصدره تلاميذه بعد إضافات. يعني إنجيل متى التلاميذ هم اللي أخرجوه لنا بهذه الصورة بعد ما أضافوا عليه بعض الإضافات. بيقول إيه؟ إذ نذكر بوجود متى الأرامي ومتى اليوناني، ولا أن يكون تلاميذ يوحنا قد أصدروا إنجيله، إذ إن الفصل 21 مضاف. الفصل 21 من إنجيل يوحنا مضاف وليس من كتابة يوحنا. شأن نهاية إنجيل مرقس، شأن نهاية إنجيل مرقس. تعالوا نفتح كتاب دائرة المعارف الكتابية، طبع دار الثقافة، في الجزء الأول، صفحة رقم 465.
بيقول إيه؟ إن السؤال الوحيد الخطير عن صحة الإنجيل وسلامته إنما يتعلق بالأعداد 12 الأخيرة كما سبقت الإشارة. ويرى البعض أن مرقس في الإصحاح الأول فقرات من 1 ل 13 يماثل ما جاء في مرقس إصحاح 16 فقرات من 9 ل 20، ولعل الجزئين قد أضافتهما نفس اليد. يا سلام، لعل الجزئين دول أضافتهم نفس اليد. ولكن بما أن المفردات والارتباطات هي الحجج الرئيسية ضد أصالة الجزء الأخير، فإنه في كلا هذين الأمرين ترتبط مقدمة مرقس بالموضوع الرئيسي للإنجيل. يعني تقريبا كده اللي أضاف الأعداد من 1 ل 13 في الإصحاح الأول لإنجيل مرقس هو نفسه اللي أضاف الفقرات من 9 ل 20 في الإصحاح 16 من إنجيل مرقس. لعل، وممكن ما يكونش هو، يعني إحنا لغاية دلوقتي مش عارفين مين اللي أضاف هذه الأعداد. تعالوا نفتح كتاب دليل إلى قراءة الإنجيل كما رواه مرقس للأب جان دلورن طبع الدار المشرق صفحة رقم 97. ماشي بقى كده وبيفسر، وجي بقى بيقول إيه في الإصحاح 16 فقرة رقم 8: وينتهي الخبر هنا مقطوعا. فبيقول بقى عن النساء: لم ينقلن إلى التلاميذ الكلام الذي حملهن إياه الملاك، والمسألة تتعقد. المسألة تتعقد حين نعرف أن نص مرقس يتوقف هنا، وأن ما يلي الأعداد من 9 ل 20 ليس من قلمه. الأعداد من 9 ل 20 ليست من قلم مرقس، وهو ناقص في مخطوطات كثيرة ويعود إلى القرن الثاني. تعالوا نفتح كتاب إنجيل يسوع المسيح للقديس مرقس دراسة وشرح للأب جاك ماسون اليسوعي صفحة رقم 205. بيقول إيه: حتى مع عدم استطاعتنا نسبة خاتمة هذا الإنجيل إلى القديس مرقس، لابد من التأكيد أن الكنيسة قبلتها وأدرجتها في إنجيله، لذلك يجب اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الكتب المقدسة. طب إزاي نعتبرها جزء من الكتب المقدسة وإحنا عارفين أن مرقس ما كتبهاش؟ مش أنتوا بتقولوا بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس؟ طيب التلاميذ دول أناس الله القديسون، هل اللي جم بعدهم برضو كان بيكتب بالروح القدس؟ وفي صفحة رقم 206 بيقول: خاتمة إنجيل مرقس هذه تطرح عددا من المشاكل، فهي تبدأ بلا أي صلة مع ما قبلها. يا سلام. واللي يهمنا في الموضوع أنه هو بيقول بعض المخطوطات ومن أقدمها خالية من هذه الخاتمة. أقدم المخطوطات وأهمها خالية من هذه الخاتمة: مخطوط سينا اللي هي السينائية، ومخطوط الفاتيكان اللي هي الفاتيكانية على سبيل المثال، وهما من أقدم ما حفظ من سائر الكتب المقدسة. نقطة أخرى تبين أن النهاية اللي موجودة دلوقتي لإنجيل مرقس ليست من كتابة مرقس نفسه. الأسلوب بيقول لك: والأسلوب أخيرا ليس أسلوب مرقس واللغة مختلفة. يعني الأسلوب اللي في النهاية بتاعت إنجيل مرقس ده مش أسلوب مرقس أصلا. بيقول إيه بقى الكلام اللي جاي ده؟ خطير جدا. الأخصائيون متفقون على أن هذه الخاتمة ليست بقلم مرقس. الخاتمة دي إيه؟ ليست بقلم مرقس، وأنها أضيفت في وقت لاحق إلى إنجيله، أي في القرن الثاني. هذه الخاتمة هي إذن عمل مفرد دون في وقت مبكر، واستخدم لتصحيح وتكميل ما في خاتمة إنجيل مرقس من مفارقة. هختم الكلام في هذه الجزئية بكلام الأب متى المسكين. أخطر واحد اتكلم عن خاتمة إنجيل مرقس هو الأب متى المسكين. والأب متى المسكين من أجل العلماء في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، وهو كان أب اعتراف الأنبا شنودة الثالث. والأب متى المسكين راجل أرثوذكسي صميم. في التفسير بتاعه على إنجيل مرقس صفحة رقم 622 بيقول إيه: نجد في إنجيل القديس مرقس الآيات في الإصحاح 16 من 1 ل 8 مسجلة بقلمه وروحه، وقد شرحناها. طيب ممتاز. أما الآيات 12 الباقية من 9 بقى ل 20 فقد أثبتت أبحاث العلماء المدققين أنها فقدت من الإنجيل.
يا خبر أبيض. أثبتت أبحاث العلماء المدققين أنها فقدت من الإنجيل، وقد أعيد كتابتها بواسطة أحد التلاميذ السبعين المسمى بأرسطون، وهذا التلميذ عاش في القرن الأول. وهذه الآيات 12 جمعها أرسطون من إنجيل القديس يوحنا وإنجيل القديس لوقا ليكمل بها القيامة. هذه الآيات لم نتعرض لها. الأب متى المسكين مرضيش يشرح النصوص دي والفقرات دي. ليه؟ لأنه يؤمن أنها ليست نصا إلهيا. لم نتعرض لها ولم نشرحها، ولكن أعطينا عوضا عنها شرحا مفصلا لمعنى القيامة وحقيقتها الروحية بل وسرها أيضا. وفي صفحة رقم 631 بعد ما الأب متى المسكين أعطى رؤية من عنده، إنجيل مرقس انتهى إزاي؟ يعني ما فسرش النصوص، لا هو أعطى رؤية من عنده هو، أو تخيل المفترض أن إنجيل مرقس ده كان ينتهي إزاي مثلا. فبيقول بقى: بهذا يرتاح ضميري إذ أكون قد قدمت للقارئ مفهوما حقيقيا عن القيامة بما يتناسب مع الجزء الضائع من نهاية إنجيل القديس مرقس. وأنا والله يعني ارتاح ضميري برضو بعد ما أنا نقلت كلام حضرتك يا حضرة الأب متى المسكين وكلام العلماء اللي زيك، وهم بيقولوا إن نهاية إنجيل مرقس الموجودة دلوقتي نهاية مزيفة وليست من كتابة مرقس نفسه. دلوقتي ننتقل إلى رابعا، نعرض أقدم المخطوطات اليونانية التي لا تحتوي على هذه الأعداد من نهاية إنجيل مرقس. لو جينا فتحنا المخطوطة السينائية هنجد أن نهاية الإنجيل غير موجودة بهذه المخطوطة. بس أنا عايز قبل ما نفتح المخطوطة السينائية نفتح برنامج Interlinear Scripture Analyzer. ده في العهد الجديد كاملا بالخط اليوناني القديم، نفس الخط اللي موجود في المخطوطة. فدي أمام حضراتكم دلوقتي صورة البرنامج مفتوح على مرقس 16:8. إنجيل مرقس إصحاح 16 فقرة رقم 8 بينتهي بإيه؟ بينتهي إيفوبونتو جار. ركزوا كده في كلمة جار دي، الحرف اللي عامل زي الاثنين في العربي ده حرف الجمة، والحرف اللي عامل زي الايه في الانجليزي ده حرف الالفا، والحرف اللي عامل زي البي التقيلة في الانجليزي ده حرف الرو. جار. طيب تعالوا نفتح المخطوطة السينائية. دي الصفحة اللي فيها نهاية انجيل مرقس. هنلاقي ان ادي كلمة إيفوبونتو وادي كلمة جار، ادي الحرف الجمة وادي الالفا وادي حرف الرو. شايفين مفيش باقي الكلام اللي بعد كده، يعني المفترض في كلام تاني اللي هو بقى ايه الاعداد بقى 9 و10 و11 لغاية 20. لا مش موجودين في المخطوطة السينائية، وحاطين بدلها شخبطة مقدسة كما يقول العلامة معاذ عليان. طيب بعدها يا جماعة باقي العمود فاضي، وبيبدأ العمود اللي بعديه على طول بأول إنجيل لوقا 1:1. طيب ايه اللي يعرفنا ان ده اول انجيل لوقا؟ ممكن برضو نفتح برنامج Interlinear Scripture Analyzer ونقارن كده إبيديبير بولوي. نفس الكلمة دي بالظبط كده موجودة فين؟ موجودة في اول العمود الثالث في الصفحة اللي قدامنا من المخطوطة السينائية. ادي الكلمة اهو إبيديبير بولوي، نفس الكلمة. اذا نهاية مرقس هنا مش موجودة في السينائية، راحت فين؟ ادي المخطوطة السينائية. طب تعالوا نفتح المخطوطة الفاتيكانية ونشوف نفس الكلام ولا لا. ادي صفحة المخطوطة الفاتيكانية اللي فيها نهاية انجيل مرقس. ادي برضو كلمة إيفوبونتو جار، ادي نفس الحرف اهو كلمة جار، حرف الجمة والالفا والرو جار. خلاص باقي الصفحة فاضية، مفيش نهاية الانجيل في المخطوطة الفاتيكانية، ودول اقدم مخطوطتين. الحقيقة أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا لكل إنسان منصف بيسمعني دلوقتي، وهي إن خلاصة اللي احنا قلناه دلوقتي إن المخطوطة السينائية والفاتيكانية وهم أهم مخطوطتين للعهد الجديد خصوصا لا تحويان نهاية إنجيل مرقس. طيب نقول إيه في الشخص اللي يقول لنا إن المخطوطات دي هي نفس الإنجيل المترجم للغة العربية اللي موجود في إيدينا دلوقتي؟ هو في حد من علماء المسيحية قال الكلام ده؟ للأسف الأنبا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية له كتاب ظريف اسمه سنوات مع أسئلة الناس، أسئلة خاصة بالكتاب المقدس، صفحة رقم 103 عن سلامة الإنجيل من التحريف. سؤال: بماذا نرد على من يقول إن الإنجيل قد حرف؟ نرد عليه إزاي؟ من ضمن الإجابات العجيبة اللي كان بيحاول الأنبا شنودة يدافع بها عن عصمة الكتاب المقدس ما جاء في صفحة رقم 105. فبيقول بقى الأنبا شنودة إيه؟ يوجد كذلك في المتاحف
نسخ للإنجيل ترجع إلى القرن الرابع تماما كالإنجيل الذي في أيدينا الآن، ونقصد بها النسخة السينائية والنسخة الفاتيكانية والنسخة الإفرامية والنسخة الإسكندرية. يا ريت نركز في الكلام اللي جاي ده كويس جدا. وكل منها تحوي كل كتب العهد الجديد التي في أيدينا بنفس النص بلا تغيير. هل يا أنبا شنودة النسخة السينائية والفاتيكانية فيهم نهاية إنجيل مرقس؟ بيقول لك نفس النص في المخطوطات دي موجود في النسخة اللي في ايدينا دلوقتي بلا تغيير. انا مش هحكم، انا هترك الحكم لكل انسان سواء اذا كان مسلم او مسلمة او مسيحي او مسيحية، وهو اللي يحكم هل الأنبا شنودة كان امينا في كلامه عن سلامة الانجيل من التحريف ام ان هذا الكتاب قد حرف. طيب، خامسا في الفيديو بتاعنا هو ان نهاية الانجيل المنسوب الى مرقس ليست نهاية واحدة بل نهايتان، وإحنا ذكرنا النقطة دي وإحنا بنعرض كلام الأستاذ الدكتور فهيم عزيز في كتابه المدخل إلى العهد الجديد، وكما عرضنا أيضا كلام الدكتور ألان كول في التفسير الحديث لإنجيل مرقس، فإحنا مش محتاجين إن إحنا نعيد هذا الكلام تاني. سادسا بقى من هذه الحلقة إن هذه الفقرات بتاعت نهاية إنجيل مرقس تحمل في داخلها دليل كذبها. يعني إيه تحمل في داخلها دليل كذبها؟ أنا أقول لكم يا جماعة، لو جينا قرأنا في الإصحاح 16 من أول الفقرة رقم 17 بيقول إيه؟ وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. الكلام ده يثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الأعداد والفقرات كلها أكاذيب. إيه الدليل يا أبو عمر؟ بيقول هذه الآيات تتبع المؤمنين. إذن أي إنسان مؤمن بالإيمان المسيحي سواء بقى أرثوذكسي أو كاثوليكي أو بروتستانتي المفترض أن الآيات دي يقدر يعملها، إخراج الشياطين باسمه، باسم المسيح يعني. فهل هؤلاء يخرجون الشياطين باسم المسيح؟ واحد يقول لي ما هو القس مكاري يونان بيخرج الشياطين باسم المسيح. أقول له هذا كذب وافتراء، والأخ معاذ عليان ليه حلقة جميلة جدا على قناة المخلص فضح فيها أكاذيب القس مكاري يونان. وإن كان ده صحيح، يعني النص ده صحيح، طب ليه باقي المسيحيين مش بيخرجوا شياطين باسم المسيح؟ اشمعنى مكاري يونان هو الوحيد اللي بيقدر يعملها؟ يعني حاجة عجيبة صح؟ طيب، ويتكلمون بألسنة جديدة، دي ما لناش دعوة بيها، مش عايز اتكلم عنها. يحملون حيات، يعني يمسك أي حية، تعبان، أفعى، كبرى وما تضروش. هل المسيحيين الموجودين المؤمنين الآن بالعقيدة المسيحية على وجه الأرض إذا أمسكوا بحية لا تضرهم ولا تلدغهم؟ طبعا ما حصلش. وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. احنا من هنا بندعو كل نصارى الأرض إن كل واحد فيهم يمسك كوباية سم ويشربها. والله لو فضل عايش يبقى من وجهة نظره يبقى دينه ده سليم والأعداد دي أعداد صحيحة. والله لو مات هيبقى وهو بيموت هيعرف إن دينه باطل وإن الأعداد دي أعداد مكذوبة. خلاص. ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. المفترض إن أي واحد مؤمن بالعقيدة المسيحية يضع إيده على أي مريض فيبرأ، صح ولا غلط؟ النص بيقول كده، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، والآيات دي تتبع المؤمنين. طيب مين دلوقتي من المؤمنين بهذا الكتاب ومن المؤمنين بهذه العقيدة يضع يده على أي مريض فيبرأ ويشفى؟ وإذا كان الكلام ده صحيح، الأنبا شنودة بيروح يتعالج ليه في أمريكا؟ وإذا كان الكلام ده صحيح، ليه كل المسيحيين الموجودين على وجه الأرض بيروحوا للمستشفيات؟ المفترض تتقفل المستشفيات المسيحية تماما، لأن الناس دي عندهم علاج لا يقبل الشك. ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. فلذلك احنا بنقول أن هذه النصوص وهذه الأعداد في نهاية مرقس تحمل في داخلها دليل كذبها. سابعا وأخيرا هنكشف أحد تدليسات المدعو هولي بايبل في ردوده. في شخص كده مسمي نفسه هولي بايبل بيحاول يرد على أبحاث المسلمين التي أثبتوا فيها تحريف مخطوطات العهد القديم والعهد الجديد بما لا يدع عاقلا يشك في ذلك. عايز يرد بقى، راجل مؤمن بالكتاب ده وعايز يفضل مؤمن بيه، مفيش مشكلة. لكن تكذب لا، هتبدأ تكذب هنضطر نفضح أكاذيبك وتدليساتك على الناس. وفي رده وهو بيرد على الأبحاث التي أثبتت تحريف نهاية إنجيل مرقس، والإخوة عرضوا فيها المخطوطات وعرضوا فيها كلام العلماء، طلع هو بيقول إيه؟ ده المخطوطة الفاتيكانية يعتبر اللي كتبها كان عارف آخر نهاية مرقس
بس ما كتبهاش لسبب من الأسباب، بس هو كان عارفها. طب ولما كان عارفها يا عم ما كتبهاش ليه؟ يقول لك ما هو ساب لها مكان، ساب مكانه يسع كل الأعداد الناقصة في نهاية إنجيل مرقس. وإحنا بنقول له فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعده كخاطئ؟ اللي يؤمن بنص زي كده لازم يكذب ويدلس على الناس. وهل الصفحة دي من نهاية إنجيل مرقس هي الوحيدة التي تركت فراغا بعد نهاية الإنجيل؟ لا. طيب ادي الصفحة اللي فيها آخر إنجيل متى، شايفين الكاتب بتاع المخطوطة سايب حتة قد ايه؟ هل معنى كده ان كان في حتة ناقصة في إنجيل متى عشان كده ساب لها الحتة دي عشان يكملها؟ انا مش عارف الناس دي بتتكلم ازاي يعني. وادي نهاية يوحنا نفس الكلام، شايفين كاتب المخطوطة سايب فراغ قد ايه؟ وادي نهاية أعمال الرسل برضو كاتب المخطوطة سايب مساحة كبيرة جدا تكفي لكتابة أعداد كتير. فأنا بقول لك يا أستاذ فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعده كخاطئ؟ زي ما شفتوا حضراتكم نهاية إنجيل مرقس نهاية مضافة مزورة ليست من كتابة مرقس نفسه، وحتى لو كانت من كتابة مرقس ده لن يغير في عقيدتنا الإسلامية شيئا على الإطلاق. احنا كده كده أصلا نكفر بهذا الكتاب. الكتاب اللي في ايديهم ده أصلا ليس هو الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام أبدا، لكن احنا بنبين أكاذيب القساوسة على المسيحيين حتى يثبتوا الإيمان فيهم، حتى لو كان تثبيت الإيمان ده عن طريق الكذب والزور والبهتان والتزوير. أما الدكتور القس منيس عبد النور بقى فليه كتاب ظريف برضه اسمه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، لكن في الحقيقة اللي يبحث بتمعن وتأني في هذا الكتاب يجد أنه هو يؤكد حقيقة ما يقوله المسلمون عن هذا الكتاب، لأنه لما حاول يرد على المسلمين كل ردوده مليئة بالتدليسات. تعالوا نجيب تدليس على سبيل المثال من صفحة رقم 327. بيقول إيه؟ قال المعترض قال إيرينيموس جيروم إن بعض العلماء المتقدمين كانوا يشكون في أن مرقس كتب الأصحاح الأخير من إنجيله اللي هو إصحاح 16، وقال غيره إن مرقس 16 من 9 إلى 20 دخيل على النص. شوف بقى هيرد بقى يقول لك إيه؟ وللرد نقول القول إن المفسرين المسيحيين يشكون في نسبة الأصحاح الأخير من إنجيل مرقس إلى مرقس افتراء محض. يعني اللي يقول لنا إن المفسرين بيشكوا في نهاية إنجيل مرقس ده افتراء محض، يعني احنا كده بنفتري عليهم. والغريب العجيب المريب الكئيب في الموضوع ان الدكتور القس منيس عبد النور نفسه من الذين حرروا دائرة المعارف الكتابية، ودائرة المعارف الكتابية بتقول ان في مشكلة في نهاية إنجيل مرقس زي ما عرضنا لحضراتكم من شوية. فيعمل كتاب أكاديمي يقول ان نهاية إنجيل مرقس فيها مشكلة، ولما يجي يعمل كتاب يدافع بيه يقول ان نهاية إنجيل مرقس ما فيهاش مشكلة. ما شاء الله. ولو فتحنا كتاب التفسير المسيحي القديم للكتاب المقدس العهد الجديد الإنجيل كما دونه مرقس نقله من اللغات الأصلية الأب الدكتور ميشال نجم منشورات جامعة البلمند صفحة رقم 346. بيقول إيه؟ نظرة عامة أدرك جيروم المصاعب النصية المتعلقة بخاتمة إنجيل مرقس المطولة، والمفسرون الأوائل لهذا المقطع الختامي من مرقس ركزوا إلى حد كبير على تناقض المواقف الموجودة في النص. وفي الهامش تحت بيقول عبارة جيروم كلمة في بعض المخطوطات تدل على أنه في القرن الرابع أدرك العلماء المسيحيون الصعوبات النصية المتعلقة بخاتمة مرقس. يعني من القرن الرابع العلماء نفسهم أدركوا الصعوبات والمشاكل التي تتعلق بنهاية مرقس، ويكفينا شهادة الأب متى المسكين. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.